تحياتي للجميع. الناس النهارده ما استمتعتش بمباراة مانشستر سيتي وارسنال، ده طبيعي. ليه ما استمتعتش؟ لان الناس كانت في خيالها ان مباراة مانشستر سيتي وارسنال مباراة ما بين جوارديولا وما بين ارتيتا، مباراة على لقب الدوري الانجليزي، مباراة فيها امتع نجوم العالم زي دي بروين، زي جيلي، زي برناردو سيلفا، زي ساكا، زي هافرتز، زي ديكلان رايس، زي رودري، زي نجوم كبار جدا، تروزارد، مارتينيلي. كل النجوم دول مفترض ان هم يطلعوا لنا منتج كروي فاخر، لكن فوجئنا ان احنا بنتفرج على مباراة عقيمة جدا، مباراة ما بين اتنين مدربين حافظين بعض، مباراة ما بين فرقتين تقريبا ايكوال في القوة وفي التركيز وفي الإصرار وفي الهدف، مباراة فيها صراعات نفسية ورياضية كتيرة جدا. لأن أنت بتتكلم في مانشستر سيتي لو كسب هيبقى متصدر الدوري الإنجليزي، والأرسنال لو كسب هيبقى متصدر الدوري الإنجليزي، وفي ظل تألق تشيلسي مع ليفربول النهاردة على برايتون. فمباراة مليانة صراعات، ولما بيبقى فيه فرقتين في دوري واحد، في تنافسية واحدة، في صراع واحد، باتنين مدربين تقريبا قريبين من بعض، بلعيبة إمكانياتها قريبة من بعض، فلازم ممكن تلاقي المباراة مقفولة خلاص. كل لاعب شبه التاني، الباك اليمين شبه الجناح، الجناح شبه الباك، يعني نفس الأفكار تقريبا. فعشان كده شفنا مباراة مقرفة، مباراة مش مقرفة بس مباراة ما كانتش حلوة. يعني مانشستر سيتي ما يشوطش غير كرة واحدة على الجون، غريبة. مانشستر سيتي ما يسجلش ولا هدف بعد 43 53 54 مباراة في ملعب الاتحاد بيسجل. فكل دي امور تقول لك قد ايه مباراة كانت صعبة. الدوري نفسه شرس يا اخوان. انا النهارده الاقي الناس تقول لك لا ليفربول اقرب. يا اخوانا لسه بدري، انت بتتكلم لسه في 10 ماتشات كمان او 9 ماتشات، كلها تنافسية، كلها مليانة صراعات. ليفربول وارسنال ومانشستر سيتي ماتشات صعبة، هيلعبوا مع فرق متقدمة في الجدول، هيلعبوا فرق متوسطة، هيلعبوا مع فرق بتنافس على الهبوط. فعشان كده مفيش حاجة تقدر تقول ان هي بطولة محسومة. لكن مانشستر سيتي محتاج انه ما يخسرش نقط، ارسنال محتاج انه ما يخسرش نقط، ليفربول عنده هامش بسيط جدا من عدم الفقدان النقاط، بس لسه بدري على الدوري. مانشستر سيتي هيلعب مع ريال مدريد مع جانا، ارسنال هيلعب بايرن ميونخ مع جانا، يمكن ليفربول هيلعب اتلانتا مع جانا. لكن الدوري الاوروبي غير دوري الابطال، حماس دوري الابطال غير الدوري الاوروبي. فليفربول اقلهم شويه في ان هو هيلاعب اتلانتا، اكيد مش هتلاعب ارسنال او مش هتلاعب بايرن ميونخ او ريال مدريد، مع ان اتلانتا فريق قوي. لكن اكيد الصراع النفسي والفني والبدني والذهني مش هيكون زيهم. فعشان كده انا ميال لفكره ان الدوري الانجليزي هيتحسم في اخر مباراه، ميال لفكره ان الدوري الانجليزي مش محسوم مين اللي هيكسب، ميال لفكره ان الثلاث انديه بيقدموا ملحمه تنافسيه وبدنيه وذهنيه، والثلاث فرق فعلا تستحق لقب البريمير ليج.